يقول السائل حفظك الله: قرأنا وسمعنا كثيرا في فضيلة بر الوالدين وصلة الأرحام، ولكن لا يزال عندنا تقصير في هذا الأمر، فنرغب في وصية ونصيحة، وأن تدعو الله لنا في هذا الجمع الطيب بأن يجعلنا ممن يصلون أرحامهم ويبر بوالديهم. الإنسان عليه أن يتقي الله ما استطاع في جميع أموره وفي كل ما هو مطلوب منه. كل ما أمر الله به عز وجل يؤتى به على قدر الطاقة، وكل ما نهى الله عنه ينتهى عنه ويترك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والإنسان يحرص على أن يحسن إلى والديه وإلى أقاربه وذوي رحمه، كما أنه يحب أن يحسن إليه فعليه أن يحسن إلى غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما أنه يحب أن يبره أولاده فعليه أن يبر والديه، وكما أنه يحب أن تكون غيره يصله وأن يكون على صلة به، فأيضا هو أيضا يصل رحمه. لا يكون شأنه أن يكون يريد للناس أن يصلوه وأن يحسنوا إليه وهو بخلاف ذلك، فيكون يعامل الناس بخلاف ما يحب أن يعامله به، فيكون من جنس الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله ينهاكم عن ثلاث، ينهاكم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. منع وهات، إذا كان الشيء مطلوبا منه ما فيه إلا المنع، وإذا كان الشيء له يمد يده يريد أن يحقق له ما يريد وأن يعطى ما يريد، يسأل الذي له ولا يعطي الذي عليه. بل على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يوصل إلى كل حقه، وأن يتقي الله عز وجل. فإذا كان أبواه موجودين يحسن إليهما ويحسن رعايتهما والإحسان إليهما، وبالنسبة لأقاربه يحسن إلى أقاربه الأقرب فالأقرب، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أمك ثم أمك، ثم قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يوفقنا جميعا لأن نقوم بما هو واجب علينا نحو آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر أقربائنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.